لا اروح اسكر بقى واروح اتمسك تحرش ويتعمل لي محضر. اصلا باريس ديت الدعاره فيها عادي، يعني هتحرش ليه؟ بعقلك. انا واحد لاعب اصلا رياضي جاي من عمري تدريب، شخص بتفكر هتنصف واحد حرفيا هو في امس الحاجه دلوقتي الانصاف ده. محمد ابراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر، المصارع الروماني اللي بيمثل مصر في الاولمبياد، اتمسك امبارح يا مؤمن وهو بيشرب ويسكي وبتحرش ببنات في باريس. فطبعا الاعلام ما خلاش وحط عليه حطه بنت لذينه وبدون بقى اثباتات ولا اي حاجه، لكن تمام. بسبب العبث اللي بيحصل من ممثلين مصر في البعثه المصريه اللي بيلعبوا في اسمها ايه في باريس، فده ممكن يخليك تبقى شايف ان الموضوع عادي، وليه لا؟ يعني كملت ما هيكيشو عادي. البنت اللي خبطت صاحبتها بالدراجه زحفتها الاسفلت، ولوجين عبد الله اللي طلعت مرتبه اخير في السباحه ما كانش فيه بعدها حد، واللي طلعت وهي حامل وفي السابع وبتلعب، وطبعا هتقعد هناك بقى لغايه ما تولد ولا تاخد الجنسيه ويجي، وكانت ممكن تدي الفرصه لواحده صاحبتها او اي حد من اللي تحتها لانها حامل ما تقدرش، لكن القدر اللي بيجي صدفه ده انت عارفينه وكتير. فده عبث كبير جدا بيحصل، ما بيحصلش يعني غير في مصر غالبا. فده ممكن يخليك عندك حق لو حد قال لك اي حاجه تصدقها. لكن انا كيشو لازم بس نقف عنده شويه. كيشو ما خسرش على بساط. كيشو بيلعب اللعبه دي من 15 سنه، واحد لحس البساط، واحد بيلعب في رياضه مفيش فيها دعم في مصر، واصله معاك؟ ضغط نفسي كبير جدا، يعني معتمده اكتر على مجهودك البدني على الملعب، فمحتاجه منك التزام بنوم وبتغذيه وبتمرين بشكل مستمر. فانت بتكلمني في عمر تدريبي، اي حد في اي لعبه فرديه او جماعيه في مصر عارف كويس جدا العمر التدريبي ده عشان توصل في الاخر تطلع اولمبيا هتبقى انت عديت باللي محدش عدى بيه، كل المخاطر واصله معاك. لعبت محلي ولعبت دولي ولعبت افريقي واتظلمت واتهنت واتبهدلت وحصل فيك كل حاجه، وكل الكلام ده انت جامد وحيطه ولازم تبقى اسد عشان توصل في الاخر لحلمك. فتشوف بقى الراجل ده يلتزم في مصر ويلتزم في كل الدول اللي سافرها ويحقق بطولات محليه ودوليه وفضيات وذهبيات بالعبيط، عشان لما تجيله الفرصه دي قول لا اروح بقى اسكر في اي خماره، ما انا ما كنتش عارف اسكر في مصر، قلت اسكر في باريس. تعبت يا جدعان ولا ايه؟ الراجل ده اكيد ما عملش كده. اكيد لازم نفكر بربع جنيه. انا مش هروح اسيب، يعني مش هروح الفرصه اللي ممكن تيجي لحد مره كل 4 سنين وممكن ما تجيليش تاني. يعني 4 سنين انا كنت صامد وجامد وماسك فيها عشان اطلع، وممكن ال4 سنين جايه ابقى عمري خلاص تقدم وفي حد هيبقى احسن مني او انا اتصبت. كميه الاصابات اللي فيها مهوله جدا. فلما الفرصه تجيلي واسافر باريس عشان ابقى احقق بقى ايه ذاتي واخد ميداليه ولا ربنا يكرمني علشان تبقى هي دي النقله اللي في حياتي، لا اروح اسكر بقى واروح اتمسك تحرش ويتعمل لي محضر. اصلا باريس ديت الدعاره فيها عادي، يعني هتحرش ليه؟ بعقلك. انا واحد لاعب اصلا رياضي جاي من عمري تدريبي، طالع عين امي فيه، استلفت وعملت جمعيات وطلع بص كل اللي انت عايز تقوله قوله. لحست بساط اللعبه اكتر من 200 300 مره، فاهمني؟ عشان في الاخر اطلع ربنا يكرمني اسيبها انا بقى واروح اسكر. طب ما الشرب هناك مسموح بيه، السكر عادي في باريس، محدش قال انه غلط. خلاص هناك عادي، الدعاره عادي، ليه بقى يتمسك في سكر وتحرش؟ بالعقل. وليه ليه لاعب زي ده اللي يعمل كده؟ انا مش مصدق، والموضوع كله مش داخل دماغي. ولازم انت كمشاهد برضه تبقى واخد بالك من حيثيات معينه، واصله معاك؟ ان اللعبه دي بالذات لعبه صعبه جدا جدا، يعني مشقه ما بعدها مشقه. سواء الكام دقيقه اللي انت تشوفهم عن بساط دول بيكون تمرينهم سنين، اعدادهم عشان تطلع المستوى ده وتلعب على الميزان ده وتكسب ميداليات بيكونوا اعدادهم سنين، وحرمان كبير جدا والتزام كبير جدا. فمستحيل ان العقل يصدق ان ده يحصل، وخصوصا راجل عنده عمر تدريبي وعنده تحكم في النفس وضبط نفس كبير جدا، وخصوصا ان مش شهوه زي كده اللي ممكن تغريه هناك، وخصوصا ان هي اصلا متاحه وعادي. يعني حتى لو فكر ان هو يعمل حاجه غلط اكيد بقى يعملها كلها، مش هتحرش بواحده،
صباح الفل. انا بس حبيت اوضح النقطه دي عشان خاطر ايه، محدش اللي عنده انصاف بربع جنيه هيبقى واخد باله كويس جدا. اللي عنده شيء من الانصاف وشيء من العقل، 5 عقل بس كده، وتفكر في اللي انا بقوله لك ده، هتعرف ان الراجل ده حرفيا اتظلم. فالفيديو ده للانصاف، اقسم بالله ما الحاجه تانية. لو انت شخص بتفكر هتنصف واحد حرفيا هو في امس الحاجه دلوقتي الانصاف ده. سلام عليكم.